بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. هكلمك النهاردة عن 3 نقط كده مهمين جدا. أول نقطة هجوم الإعلام على النادي الأهلي. تاني نقطة لاعب خط الوسط المرشح للانتقال للنادي الأهلي إيزاك سيسي. وهكلمك برضو عن مباراة الزمالك وبيراميدز بكرة إن شاء الله على استاد القاهرة الساعة 8 مساء. مباراة مهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، لأن نتيجتها هتبقى مؤثرة جدا في شكل المنافسة على بطولة الدوري الموسم دوت. تمام، مبدئيا كده هكلمك عن تعاطي الإعلام مع النادي الأهلي. طبعا انت شايف هجمة شرسة اليومين دول من الإعلام على النادي الأهلي، فاوعى تصدق طبعا تعرض الأهلي لكل الكم دوت من الأخبار المغلوطة والكاذبة والتضليل الممنهج مجرد صدفة أو وجهة نظر مثلا أو اجتهاد صحفي. الموضوع مخطط ليه ومنظم لضرب استقرار النادي الأهلي. يعني كل الكذب اللي انت شايفه دوت والحوارات اللي حاصلة حوالين النادي الأهلي كل ده ممنهج عشان ضرب استقرار النادي الأهلي. طب انت دورك ايه كمشجع للنادي الأهلي؟ أول حاجة ان انت ما تروجش الأكاذيب دي. تمام، والتضليل اللي موجود ده لا تشيره مثلا ولا تشارك فيه ولا تتابعه أساسا. ده رقم واحد، لان انت اصلا اكيد عارف الناس الكذابين الافاقين المأجورين الموتورين اللي بيهاجموا النادي الاهلي. فانا شايف ان انت ما تتابعش الاشكال دي اساسا. تمام. تاني نقطة، تبقى انت مع النادي الاهلي في قراراته اللي بياخدها، واي قرار ياخده مجلس الادارة تكون داعم ومساند ليه في الوقت الصعب ده. هو ده دور جمهور النادي الاهلي اللي بيحب النادي الاهلي بجد. ده مش وقت انتقاد ولا وقت هجوم على الإدارة ولا وقت مثلا تصفية حسابات بيننا وبين بعض. لا، الوقت ده وقت مساندة ووقت دعم للنادي الأهلي على جميع الأصعدة. يعني أي قرار ياخده النادي الأهلي نكون داعمين ومساندين ليه. دلوقتي الأهلي بيمر بظروف صعبة، دورنا كجمهور النادي الأهلي إن احنا نساند النادي ونبقى في ظهره. طيب، تاني نقطة هكلمك عنها اللاعب خط الوسط المدافع المرشح للانتقال للنادي الأهلي إيزاك سيسي أو إسحاق سيسي، لاعب خط وسط فريق جولدن أروز الجنوب أفريقي. ده جذب اهتمام أندية كتير جدا الفترة الأخيرة، منها الأهلي وكايزر تشيفز وكلوب بروج البلجيكي برضو مهتم بضم اللاعب. يعني في كشافين من كذا ناحية من أفريقيا ومن أوروبا بيتابعوا اللاعب، والاهلي شايف ان لاعب زي دوت قادر على المنافسه في اعلى مستويات في القاره. ده النادي الاهلي شايفه، وعشان كده الاهلي بيفكر في ضم اللاعب دوت. طيب يا سيدي، اللاعب ده وضعه ايه او دنيته ايه؟ اللاعب ده عنده 19 سنه، يعني مواليد شهر 10 2006. تتكلم شهر 10 الجاي يبقى عنده 20 سنه. يعني انت لو ضميته في فتره الانتقالات الصيفيه دي ممكن تأيده تحت السن. فدي ميزه كويسه جدا ان انت مش هتخسر مكان اجنبي. ده رقم واحد. جنسيته ايفواري، كان بيلعب في اكاديميه في كوت ديفوار قبل ما ينضم لنادي جولدن اروز الجنوب افريقي. تمام. ونادي جولدن اروز ده نادي من انديه الوسط في جنوب افريقيا، يعني ما هوش منافس على، يعني تلاقيه رابع خامس الكلام زي كده يعني. اللاعب اسحاق سيسي سجل 4 اهداف في 21 مباراة. يعني لاعب 21 مباراة الموسم دوت ما بين الدوري والكاس سجل 4 اهداف. يعني نادرا جدا لما بتلاقي لاعب ارتكاز زي كده بيسجل اهداف. يعني اليو ديانج عندنا مش هداف، اليو ديانج ديستروير مدافع فما بيسجلش اهداف. لكن لاعب لما يكون بيلعب 6 مثلا او 8 وتلاقيه هداف زي كده، فدي بتبقى فرصة كويسة جدا، خاصة ان هو سنه صغير. طيب، اللاعب دوت قيمته السوقية 100,000 يورو طبعا على ترانسفير ماركت. لكن القيمة السوقية ديت بتختلف طبعا ساعة البيع والشراء والكلام من ده. انت بتتكلم ان هو هيطلب فيه $1,000,000 مرتاح، عشان تبقى انت فاهم برضو ان هو مش الرقم ده اللي هيتباع بيه. لعب 16 مباراة في الدوري و3 مباريات في الكاس ومباراتين في كاس الرابطة. انت بتتكلم في 21 مباراة سجل في الكاس هدف وفي الدوري 3 اهداف، يعني في 21 مباراة مسجل 4 اهداف. ده رقم كويس جدا. لعب 1300
وسبعين دقيقة الموسم ده. لعب مباراة مع منتخب كوت ديفوار تحت 23 سنة، فده يعني انت بتتكلم ان هو بدأ يضموه على المستوى المنتخبات. فانا شايف ان هو فرصة كويسة جدا للنادي الاهلي. بدنيا ممتاز، تسليم وتسلم رائع، لاعب هداف. فرصة كويسة ان الاهلي يلاقي الكواليتي ده من اللعيبة اللي يعتبر مش موجود بنسبة كبيرة زي ما انا قلت لك. طيب نخش بقى على النقطة التانية، وهي مباراة الزمالك وبيراميدز غدا ان شاء الله على استاد القاهرة. مباراة ولا اهم بالنسبة لجماهير النادي الاهلي لسبب بسيط جدا، لان المباراة دي بتحدد بشكل كبير شكل المنافسة على اللقب في الفترة المتبقية من الدوري. المباراة تبقى بكرة ان شاء الله الخميس 23 ابريل الساعة 8 على استاد القاهرة. حكم الساحة محمد الغازي، مش هتكلم، تمام. حكم الفيديو محمد الشناوي. القنوات اللي هتنقل المباراة طبعا اون سبورت، وبلال علام طبعا هو اللي هيعلق على المباراة. ماشي. نروح بقى ايه للتشكيل المتوقع للزمالك وبيراميدز. هنبتدي بالزمالك. تشكيل متوقع للزمالك بكرة: مهدي سليمان في حراسة المرمى، محمود بن تايج وحسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، عمر جابر. خط النص محمد شحاتة، احمد فتوح، عبد الله السعيد. خط الهجوم اخوان الفينا بزيرة، ناصر منسي، عداد دباغ. اعتقد ان هو في مباراة زي ديت ممكن يلعب 4-4-2، لان هو اساسا كده كده حتى مع الفرق كلها معتمد جمال بيلعب على الدفاع المنطقة وبيلعب على المرتدات، فما اعتقدش انه يفتح خطوطه قدام بيراميدز ويهاجم، لان الزمالك بيكسب اصلا بالطريقه دي. زي ما قلت لك انا طريقه لعب الزمالك من زمان، انا قايل لك ان الزمالك بيلعب دفاع. انت لو لعبت الزمالك دفاع، لو ما رحتش عليه وقابلته من نص الملعب وعملت استحواذ دفاعي مش ضغط عالي على الزمالك، هتكسب. اي فريق بيلعب مع الزمالك على المرتدات بيكسب. الزمالك ما عندوش قدرة على الاختراقات ومثلا وخلخلة الدفاع والكلام من ده. فانا شايف ان اي فريق يلعب الزمالك على المرتدات يكسب، او على اقل تقدير هيتعادل مع الزمالك. طيب تشكيل بيراميدز في المباراة المتوقع: احمد الشناوي في حراسة المرمى، احمد سامي، اسامة جلال، كريم حافظ، محمد حمدي ابراهيم اللي هو باك يمين، يعني اسامة جلال باك كريم حافظ باك شمال، ومحمد حمدي ابراهيم باك يمين. خط النص مهند لاشين، ناصر ماهر، وليد الكارتي، عودة الفخوري، احمد عاطف قطة، وراس الحربة فيستون مايلي. اعتقد ان هو يلعب 4-2-3-1. دي الخطة اللي انا متوقع انه يلعب بيها يوريشيتش بكرة. وانا شايف ان مباراة زي ديت صعوبتها بالنسبة للزمالك في سهولتها بسبب الغيابات الكبيرة جدا اللي موجودة في بيراميدز، لكن ده خلي بالك ممكن يكون سلاح ذو حدين، ان هما بيبتدوا ينيموهم زي ما بيحصل الفترة الأخيرة. فأنا شايف ان المباراة بالصعوبة ديت المفروض كان يبقى في حكام أجانب، لكن للأسف اتحاد الكورة بيحب يجيب حكام زملكاوية، تمام، يحطهم في المباريات الهامة. طبعا بيراميدز والزمالك هما بيحبوا بعض زي ما انت عارف، فبالنسبة لهم مش فارق بقى حكم مصري حكم تايواني. ده هما كانوا عايزين اساسا محمود وفا، بس جابوا لهم الغازي برضو اللي هو زملكاوي، فاهم. اتمنى المباراة طبعا تخرج تعادل، لان التعادل افضل نتيجة في صالح النادي الاهلي بين الفريقين، او اضعف الايمان حتى بيراميدز يكسب مش الزمالك. فعشان يبقى الدنيا رايحة شوية كده في المنافسة، يبقى فيه الاهلي موجود في المنافسة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي الفترة الجاية. المباراة بكرة بتاعت الزمالك وبيراميدز خميس 23 ابريل على استاد القاهرة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.